اوكي، خلينا من اول متفقين ان جي تي اي 4 من احسن الالعاب اللي انتجتها شركه روك ستار، وده عشان سببين. اولهم حبكه قصه سيناريو اللعبه ودمجها مع قصه الشخصيه الرئيسيه نيكو بيليك، واللي ناس كتير حبته واتعلقت بيه بسبب قصته الشخصيه اكتر من قصه سيناريو اللعبه نفسها. تاني سبب بقى واللي انا جاي اتكلم عنه اصلا هو ان اللعبه دي ليها نهايتين مختلفين، وموضوع ان جي تي اي يبقى ليها نهايتين دي كانت جديده ومفاجاه لناس كتير لما جي تي اي 4 نزلت، عشان ما كانش فيه ولا نسخه قبلها كان ليها نهايتين، وفي نفس الوقت فتحت باب كبير للجدل على انهي نهايه فيهم هي اللي صح. وعلى الرغم من ان اللعبه نزلت من 2008 يعني عدى عليها 16 سنه، بس الجدل ده لسه شغال لحد النهارده، وده عشان كل نهايه فيهم واخده سيناريو مختلف تماما عن التاني. خليني بس في الاول اشرح لك ملخص القصه في السريع عشان تفهم قصدي ايه. قصه باختصار ان نيكو بيليك المفروض ان هو سايب بلده وراح على ليبرتي سيتي عشان المفروض ان هو يعيش مع ابن عمه حياه جديده عشان ينسى المعاناه اللي هو كان عايشها بعد الحرب اللي كانت في بلده. واثناء ما هو كان شغال مع ابن عمه المفروض ان هو اتعرف على حد اسمه